اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. النهاردة كده هنعمل صينية جلاش سادة مسكرة مش حادقة. معانا هنا نص كيلو جلاش زي ما انتم شايفينه كده، قست عليه بالظبط الطاسة، وقطعت كده الحروف بالسكينة. ومعانا هنا سمنة سايحة اهي. هدهن بقى الطاسة أرضية وبجميع الطروف، وهنعمله زي الجلاش أبو لحمة أو جلاش بجبنة. ما بين كل ورقة وورقة هنحط مسحة سمنة أو مسحة زبدة، ونقفل الصينية ونرجع مع بعض. وكده يا جماعة شكل جلاش صينية الجلاش بتاعتنا اهي. طبعا اللي على الوش ده الطروف اللي أنا كنت قطعتها الزيادة يعني، فهي بتبقى منعكشة بالشكل ده، وحطيت عليها سمنة كده من فوق. يلا هندخلها الفرن بقى معانا تتحمر كده، ونشوف هنعمل ايه تاني. انا معايا هنا يا جماعة كده الشربات ده كان معايا من السنة اللي فاتت، من شهر رمضان اللي فات، كان باقي عندي كده وحطيته في التلاجة زي ما انتم شايفين اهو، لا معفن ولا فيه اي حاجة خالص. اللي على اللي عامل ده مش عفن، دي سمنة. لو ترجعوا بالفيديوهات اهي اهي يا جماعة، سمنة خالص مش عفن، لان كنت حطيت ربع معلقة او نص معلقة من السمنة على الشربات وهو بيتعمل، فده مش عفن ولا اي حاجة خالص، وكان شربات ناجح. علشان كده انا احتفظت بيه في التلاجة مش في الفريزر اهو. دي سمنة برضو اهي، مش مش عفن ولا اي حاجة خالص. يعني استنى بقى لما هو يطلع يحمر من فوق ومن تحت، وهنسقي الشربات ونشوفه بقى. دلوقتي يا جماعة دي البصل اهو حمرته، شوحته في السمنة اللي اتبقت من صينية الجلاش، تمام بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده. علشان هعمل النهاردة بيتزا بالفراخ، وهعملها نوع تاني. دي فراخ اهي، صدور فراخ اللي كنتوا شايفينها معايا، الفرختين اللي انا جبتهم. عملت صدر فرخة شاورما الاسبوع اللي فات، ودي الصدر التاني اهو. هنعمله بيتزا بنوعين. وهنا كده عجنت العجينة اهي، بسم الله ما شاء الله، اختمرت اهي. حطيتها هنا كده على البوتاجاز مكان يكون دافي، علشان خاطر ان هي تخمر بسرعة، لان كنت مولعة البوتاجاز. هنا سلقت بطاطس علشان اقشرها لسه وهحمرها، هي مستوية اهي وطفيت عليها. وهنا سلقت الفول المدمس اللي انا كنت نقعاه معاكم امبارح. حطيت له، هات معلقة كده فاضية نضيفة قصدي، حطيت له بصلاية وحبيتين من الطماطم كده. وطبعا هو منقوع من امبارح زي ما قلت لكم. حطيت له هو عقد المية واحد، فشرب ميته وبقى زي ما انتم شايفين كده. حطيت بصلتين وطماطمتين اهو. لو انت عندك جزر تقدر تحطي جزرة او تبشري عليه جزرة. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح، انا حطيت على الفول ده يا جماعة يعني حوالي معلقتين زي دول كده من العدس الاصفر، ومعلقتين من العدس البني اللي هو ابو جبه، ومعلقتين من برضو الفول اللي هو المدشوش او الفول المفصص عندي. طبعا هو استوى وطفيت عليه وسايباه كده يبرد، وهنشوف هعمل فيه ايه. انت تقدري تحطي كركم او تقدري تحطي كاري علشان يكون لونه اصفر كده وحلو، او لو انت عايزاه احمر تحطي بابريكا او تحطي لون سحر. انا ما بحبش فيه اي الوان، انا حطيته بس هنا جنب الاكل على ما اخلص حاجه. وعلى ما سويت البطاطس والفول كانت العجينه معانا اختمرت تمام. وده البصل اهو، ومعانا هنا الجلاش اهو في الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. احمر من تحت وحطيته فوق اهو اخد لون. هسيبه كمان ياخد لون بسيط بسيط جدا، وهطلعه علشان ما يحمر تمام، علشان ما يتحرقش منه. بس كده هنكمل الوصفة دي اهو، ونرجع تاني مع بعض. وكده يا جماعة انا نزلت بكمية الفراخ كلها دي، وهي زي ما انتم شايفين كده اخدت لون اهو. قبل ما تستوي هنا هنقص منها نص الكمية
نص كمية الفراخ علشان خاطر ابهرها واحط لها بهاراتها وكامل سوا. اللي وصل معايا لحد هنا ينزل باللايك، الاشتراك في القناة يا جماعة، متنسوش اللايك، اللايك اهم حاجة لان اللايك هو اللي بيرفع من القناة. تمام. بس كده اهو. هتحط لها بهاراتها ايه، هحط لها ملح ونص معلقة من السبع بهارات. السبع بهارات تغني عن اي بهارات فرط الواحد. والعجينة هنا انا حاطة فيها عجينة البيتزا، حاطة فيها كنت جايبة ب2 جنيه بهارات من عند العطار، اللي مش بهارات، اللي هو الزعتر المطحون، زعتر محوج، وحطيت عليها برضو نص معلقة من السبع بهارات، هتخليها جميلة جدا. تمام. دلوقتي يا جماعة دي الوصفة التانية اهي. بقت الفراخ اللي انا شلتها نزلت عليها بمعلقة من الثوم المهروس اللي كان عندي، ونزلت عليها بعلبة من السبانخ زي ما انتم شايفين. انا عملتها معاكم مرة قبل كده وولادي حبوها جدا وقلت اعملها لهم تاني. وحطيت عليها بهاراتها ايه، حطيت عليها برضو ملح وربع معلقة من السبع بهارات، مع ان الثوم متبهر وفي كل حاجة. تمام. ودي هنا كده صلصة عادية من البيت خالص، نزلت عليها بمعلقتين زيت علشان اسخنها، ونزلت عليها كده ربع معلقة من الزعتر المحوج زي ما انتم شايفينه كده اهو. وانا قطعت العجينة كده بقى حبة، حطيتها في الصواني اهي. دي واحدة اهي، والتانية فوق اهي. حطيتها كده ان هي ترفع مع نفسها اهي. دلوقتي دي انا اللي هعملها الاول لان هي اللي كانت الاولى. هقطعها، هفردها كده وهنبص عليها الحاجة. وطبعا البطاطس اهي انا قشرتها، هشقها 2 وهحمرها، ونتقابل بقى في الشكل النهائي ويا بعض علشان خاطر الفيديو ما يطولش مننا ويبقى طويل. وطبعا معايا جبنة موتزاريلا، مش موتزاريلا يا جماعة، دي جبنة ميكس اهي. الحمد انا بستخدمها على طول وما بغيرهاش. هو الكيس ده معايا بيكفي البيتزتين. تمام. وده الشكل النهائي اهو يا جماعة، شكل البيتزا. دي بيتزا الفراخ، ودي بيتزا السبانخ باللحمة اهي او بالفراخ، بس هي سخنة معرفتش اقطعها لانها طالعة من الفرن اهي. يا جماعة بعد ما قطعناها، لو انتي مش عايزاها تحمر بالشكل ده تقدري ما تحطهاش تحت الشواية، لكن احنا بنحبها الوش بتاعها متحمر كده. وطبعا من تحت اهو حمرة زي فوق، بالهنا والشفا. وهنا طبعا خرطت خرطة اهي من السبانخ لانها سخنة جدا، فانا مش عارفة اتماسك معاها. عجينتها هشة جدا اهي، هشة وحلوة. وبالهنا والشفا طبعا عليكم وعلينا واللي وصل معايا لحد هنا. متنسوش تحطوا اللايك يا جماعة، اللايك اللي بيرفع الفيديو ويخلي الفيديوهات كلها تتشاف. ومع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.